اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه؟ يا رب يكونوا بخير. كل سنة وأنتم طيبين. يوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهاردة بقى للمبتدئين. لو بتخافي تعملي البسبوسة وبتفشل منك هتعمليها بقلب جامد، هتطلع معاكي بجد تحفة، هتطلع معاكي بالحلاوة والجمال اللي انتوا شايفينه معايا ده. تطلع معاكي الخرطة بخرطتها وتطلع معاكي دايبة دوب. ايه رأيكم؟ شايفين؟ تحفة يا بنات والله. جربوها كده وقولوا لي ايه رأيكم. الكاميرا وقعت مني فظبطت التليفون. نجيب بقى كده شوكة ونشوفها قلبها مرمل ومرملة وحاجة كده بجد دايبة. لو اول مره تشوفيني بتمنى لو عجبك الفيديو تحطي لايك للفيديو. لو لسه ما اشتركتيش في قناتي اشتركي تحت الفيديو كلمه اشتراك بالاحمر، اضغطي عليها وفعلي كلمه الكل، فعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل فيديو انا بنزله، فضلا وليس امرا ان انتوا اخواتنا وحبايبنا. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب ونشوف الفيديو. اول حاجه كده هشتغل على نص كيلو دقيق سميد. انا جايبه سايب من عند العطار. شايفين؟ تعرفي الدقيق بتاعك كويس ان هو ما يبقاش فيه دقيق وما يطبعش في ايديك. هنزل عليه بباكت من الفانيليا، وهنزل بنص معلقة صغيرة خالص من الملح أو ربع معلقة ملح، رشة ملح بسيطة. وهنزل بنص معلقة من البيكنج باودر. في ناس ما بتحطلهاش بس أنا بحب أحطها، بتخلي الكيكة بتتنفس كده معاكي خلاص، ما بتبقاش مكتومة. هقلب كل المواد الجافة دي كويس وبعد كده هركنها على جنب. معايا بقى في الحلة أو في الكسرولة اللي هتشتغلي عليها معايا كوباية من السكر، كوباية إلا ربع من الحليب، كوباية إلا ربع من السمنة. ويفضل إن هي تبقى سمنة بلدي. مش متوفر عندك سمنة بلدي اشتغلي على سمنة نباتي، سمنة صناعي، الموجود عندك اشتغلي عليه. ومعايا معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. لو مش متوفرين عندك ممكن تحطي معلقتين كبار من عسل النحل، أو معلقتين كبار من الشربات اللي هو السيرب اللي احنا بنعمله. خلاص، أنا دول كانوا موجودين عندي في آخر البرطمان فطلعتهم. هو بيبقى تقيل شويه، تطلعيه واحده واحده. قلبهم كويس وارفعهم على النار. اول ما رفعتهم على النار والسكر داب معايا شلتهم. طبعا مش هحطهم وهم سخنين، سبتهم لما بردوا وهدوا شويه. خلاص مش هعجن بايدي. انتوا عارفين البسبوسه بتتقلب بس كده بتلم الدقيق. لو فضلت تعجني فيها كتير فدوت سبب من اسباب فشل البسبوسه معاكي. بتنشف معاكي وبتعضم. خلاص، بالسباتيولا كده وبقلب بلم الدقيق بس. اهي بس ما اخدتش عجن ولا اي حاجه خالص. اللهم بارك زي الفل. جيب الصينيه اللي هنصب فيها الخليط، هدهنها احط فيها معلقه سمنه كده واوزعها بالفرشه. الصينيه هحط فيها معلقتين من السمنه كده او معلقه سمنه، واوزعها بالفرشه وادهن الجوانب بتاعتها كويس وانزل بالخليط. بالسباتيولا برضو كده وهعدلها او بايديكي بقى. طبعا لو انتي مفيش كاميرا ولا تصوير هتظبطيها بايديك. انا ظبطتها بالسباتيولا كده وخبطت الصينيه خبطتين. وهتدخل الفرن على درجه حراره 170 180 في الرف الاوسط. هتقيدي عليها من تحت لو فرنك تحت بس. اول ما الجوانب تاخد لون ذهبي معاكي هتقيدي عليها شوايه. انا فرني تحت وفوق، قدت عليها تحت وفوق خلاص. بس الافضل يعني انت تبقى من تحت الاول بعد كده تقيدي شوايه. تعالوا نعمل السيرب بتاعها قبل ما تخرج من الفرن. السيرب بتاع البسبوسه بيبقى خفيف، كوبايتين من السكر وزيهم كوبايتين من الميه. وهعصر نص عصره ليمونه وهرفعهم على النار. اول ما بيستوي بروح حاطه رشه فانيليا بس وخلاص. اول ما خرجت البسبوسه من الفرن هسقيها البسبوسه سخنه والشربات سخن. شايفين الجمال؟ بقول لكم ان انا دخلتها الفرن فما اتظبطتش، جنب جه عالي وجنب جه ايه رقيق شويه، يعني اتحطت على الشبكه مش مظبوطه. خلاص خلي بالك، يعني اهي شايفينها جنب عالي وجنب ايه هابط شويه. برضو من سبب نجاح البسبوسه اما بتنزلي بالشربات بتشربوا. شايفين بتشربوا ازاي؟ عطشانه جدا، بتشربوا بسرعه. اللهم بارك يعني بجد تحفه. جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم. كل ما بحط الشربات بتشربوا يا بنات. انا قربت لكم الكاميرا عشان يبان لكم اكتر. هي ما شاء الله الشربات جه على قد كميه البسبوسه. فهسقيها بقى واسيبها تهدى شويه وبعد كده تعالوا نخرطها ونشوفها. بعد ما سيبناها هديت كده اللهم بارك حبه بسبوسه بجد جميل جميل جميله، ولا تشتريهاش من بره ابدا. خرطت بقى ونقدمها وبألف هنا.
بس كده. هتطلع معاكي الخرطة بخرطتها بجد جميلة جدًا، جدًا. جربوها وقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات، وربنا يحسن ما بنات إيديكم وتعملوا أحسن مني. يا رب يكونوا بتطلعوا من فيديوهاتي مستفيدين. باحبكم في الله يا أحلى أخوات في الدنيا كلها. لو عجبكم الفيديو بقى ما تبخلوش علينا بلايك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. يلا أقول لكم سلام عليكم، ما تنسوش تحطوا لايك بقى للفيديو لو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.